مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده معاكم في قناه صدق الخبر. النهارده معانا خبرين لازم كان المفروض ما ينفعش ما نعملش فيديو سريع ونعقب على الخبرين. الخبر الاولاني هو توقيع حسين الشحات وتمديد عقده مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات. ده اول خبر معانا النهارده. تاني خبر تصريحات اللاعب السابق ميدو لاعب نادي الزمالك والعالمي زي ما بيقول حول ان الاهلي احبط لعيبه كتير بعد ما مشوا منه وعمل عليهم رباطيه. هنرجع لاول خبر ونحكي مع بعض سريعا، هو توقيع حسين الشحات للنادي الاهلي. الخبر لغايه دلوقتي تمام، لاعب بيلعب في صفوف النادي الاهلي والنادي الاهلي قعد معاه وخلص معاه ومضاه وتمام التمام. انا راجل اهوت زي ما انتم شايفين، انا لابس فنية النادي الاهلي وبشجع النادي الاهلي، مش عيب، هو النادي بتاعي اللي بفتخر بيه، بطل افريقيا ونادي القرن في افريقيا. لكن العيب او الزعل اللي حصل بصراحة الموقف اللي حصل وحكاية البروباجندا اللي حصل دي، ان والدة حسين الشحات تيجي النادي وهي تديله العقد ويمضي يا ابني، النادي الاهلي دي بيتنا. الشغل ده قديم قوي، يعني مش بتاع النادي الاهلي، مش سكة النادي الاهلي، ما ينفعش. حتى لو هي فعلا قالت له كده ما كانش ينفع يتقدم بالصورة دي في الاعلام والسوشيال ميديا، ان هي اللي تديله العقد ويمضي يا ابني والكلام ده. معلش في الكلمة، يعني انا اسف، يعني احنا مش بنشحت لاعب ايا كان مين هو مضى على راسنا ولعيب كبير ومحترم وكل حاجة، لكن ما كانش ينفع اللي فكر الفكرة دي ان والدته تيجي وتعمل الكلمتين دول وتديله العقد ويا ابني ده بيتنا ومش بيتنا. بصراحة حاجة يعني مش بتاعت النادي الاهلي بجد. شفتها على قد ما انا فرحان ان حسين الشحات مضى للنادي الاهلي، بس في نفس الوقت زعلان من حكاية اللي حصل بتاعت والدته دي، مش بتاعت النادي الاهلي. ده شغل بقى ايه بتوع الانتخابات كده، لما واحد يكون بيخش الانتخابات يقول له بوس العيل وشيل العيل والكلام ده، وسلم على ست كبيره وطبطب عليها والحاجات دي. لا، النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي بيقعد مع اللعيب، عايز يا باشا تجدد اهلا وسهلا، مش عايز الف سلامه. ما نصورش بقى للناس ان لولا والدته اثرت عليه وهو ما كانش راضي فوالدته قالت له امضي يا ابني والكلام الكبير ده. فبصراحه الحاجه دي زعلتني جدا بامانه، يعني او انا حطيتها في نفسي وسكت يعني. وعموما الف مبروك للاعب حسين الشحات والف مبروك لاداره الاهلي، بس يا ريت بعد كده بلاش الفيديوهات العبيطه اللي عملتوها دي او الصور العبيطه دي، عشان بجد ممكن ايه يعني نتخنق يعني. الحاجه التانيه في الفيديو النهارده، الكابتن ميدو اول ما ساب بقى التدريب ورجع وكده قال خلاص انا هبقى بقيت اعلامي. كلامي للكابتن ميدو. وبصراحه عمل برنامج حلو على قناه المحور او النهار، وكان اسمه اوضه اللبس. ميدو في بدايات البرنامج كان تحس انه له ستايل حلو كده، يعني مش متزمت، بيتكلم بفكر كويس وتمام التمام. وبصراحه كان عادل لابعد الحدود بينه وبين الفرق يعني. وبصراحه كان بيجي مع الاهلي وبيجي مع كل الفرق بامانه، بس مفيش فايده. هو قربه من نادي الزمالك كلفه انه يبقى يشتغل تاني دور الهزايس، وتصريحات ملهاش لازمه وخايبه. يعني يطلع يقول لك ايه ده رمضان صبحي الاهلي احبطه بس ما قدرش يحبط عبد الله السعيد، وعبد الله رجع وبقى نجم الدوري ونجم المنتخب، وابراهيم سعيد وابراهيم حسن، وجاب من الدنيا شربات وحسام حسن. هو انت حضرتك يعني انت بنقول عليك كنت راجل محترم في الاول و100 100، ايه اللي حودك ده عشان تقرب من سياده الموسكار؟ ما ينفعش يعني يا ميدو. ده انا اجيب لك لعيبه بالكوم انتوا احبطتوها وخليتوها بطلت كوره بدري. احمد المرغني والله يرحم ما اتكلمتوا على اسمه دهوت قبل ما يمشي على الاحتراف. الواد الاخير ده كتير يا كابتن، ممكن نجيب لك لسته كده
احبطتوهم وبطلتوهم كوره. ده احمد المغالي اتهم بالارهاب، يعني شوفوا فضح واتشتم على الفضائيات وما لمسهاش بعد كده يا كابتن. فارجو يا كابتن منك يعني ايه، خليك ميدو الحلو اللي كنت محايد بقى يعني